بالمحور الأول اللي هو دور الملك في تكريس مبدأ التضامن، بحيث أن ملك البلاد تطرق لمبدأ التضامن في 3 مناسبات. لأن الملك في خطبه الملكية يوجه ويقوم بإعطاء توجيهات من أجل التشريع أو إعداد استراتيجيات أو إعداد برامج أو تنزيل أوراش كبرى، وكان له دور مهم في تكريس مبدأ التضامن، بحيث أن أول مناسبة تحدث فيها عن هذا المبدأ اللي هو مبدأ التضامن كانت بتاريخ 6 نوفمبر سنة 2008، أي في خطاب ديال ذكرى المسيرة الخضراء، اللي من خلاله حث على ضرورة اعتماد مبدأ التضامن. وقال جلالته بالحرف الواحد، بل حث على ضرورة إقرار مبدأ التضامن بين الجهات في إطار نقل الاختصاصات للجهة من طرف الدولة، وذلك مقترن بتوفير الموارد المالية. إذن هذه هي المناسبة الأولى التي تطرق فيها ملك البلاد لمبدأ التضامن كأحد أهم مبادئ التدبير الترابي، أي قبل إصدار الوثيقة الدستورية. وهذا الخطاب ديالو كان مرجعي وكيبين مدى اهتمام الملك بالتدبير الترابي وبتكريس التدبير اللامركزي حتى قبل إصدار الوثيقة الدستورية. في حين أن المرة الثانية التي تطرق فيها الملك لمبدأ التضامن كانت في خطاب العرش لسنة 2025، والتي قال فيها بالحرف: وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصية المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. بحيث أن الملك فاش وجه الحكومة من أجل إقرار جيل جديد من برامج التنمية، أكد على ضرورة هذا المبدأ والأهمية دياله في تحقيق التنمية الترابية، وأكد على أنه باش نحققوا واحد التنمية ترابية وواحد العدالة مجالية لابد أن يكون ذلك في إطار التكامل والتضامن بين الجهات، لأنه نجاح الجهوية المتقدمة اليوم رهين بالتضامن بين جهات المملكة، تضامن في الموارد، التضامن في المشاريع، التضامن في البرامج. وأيضا المناسبة الثالثة اللي تطرق فيها الملك لمبدأ التضامن كانت في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية 11، والذي قال فيها بالحرف أنه لا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. بحيث هذا الحديث ديال الملك هو إقرار واضح وصريح بأن تحقيق التنمية الترابية والعدالة المجالية يقتضي التضامن بين الجهات والتكامل. والحديث عن مبدأ التضامن من طرف عاهل البلاد ليس بالعبثي، بل هو إقرار ضمني وصريح لأهمية هذا المبدأ في منظومة التدبير الترابي، وكي أكد على دور الملك في تكريس هذا المبدأ على المستوى الترابي، واهتمام الملك أيضا بالتدبير الترابي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ترابيا. إذن كانت هذه هي المناسبات التي تحدث فيها الملك عن مبدأ التضامن ودوره في تكريس هذا المبدأ من خلال الخطب الملكية.